مجرد أن تصبح رب أسرة يتغير كل شيء. أبرز ما يتغير الميزانية، أكيد. والميزانية تتغير بناء على البلد الذي تعيش فيه وثقافتك المالية. مزبوط، لكن حديثنا اليوم مشاهدينا عن ميزانية المدرسة تحديدا، من الروضة حتى التخرج من الجامعة. نريد أن نتحدث نريد أن نتحدث في حلقة اليوم في فقرة اقتصادك عن كيف تستعد ماليا مع قدوم الطفل المنتظر. المصاريف في هذا المجال تطول من البسيط إلى المعقد، من الزي المدرسي إلى الادخار إلى الجامعة. طبعا التكلفة قد تكون هائلة وقد تصل إلى $1,000,000 مع انتهاء الجامعة. طيب يلا إذا معنا مشاهدينا في الاستوديو مهندس وصانع محتوى اقتصادي أحمد سند. أهلا بك أستاذ أحمد معنا. صباح الخير. أهلا، صباح النور. أهلا. نبدأ معك. $1,000,000 ممكن يكلفنا تعليم طفلنا من وقت الروضة لغاية الجامعة؟ هي كارثة الحقيقة. يعني الإحصائية بتاعت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي بتقول إن المصاريف تبدأ سنويا من 5000 درهم ل 150,000 درهم في السنة للمدرسة. طبعا ده رينج كبير جدا، وبيبين لنا قد ايه ان الفروق بتيجي نتيجه اختلاف الرواتب في دبي. طبعا الرواتب الرينج بتاعها واسع، ومش في دبي بس، في اي بلد يعني. وكنا اتكلمنا حتى الاسبوع اللي فات توزع الدخل بتاعك ازاي وهكذا. فدلوقتي الناس بتصرف تقريبا على تعليم ابنائها من 15 ل 20% من دخلها على التعليم. فلو كل حد الدخل بتاعه طبعا بيختلف عن التاني، فالرينج الواسع ده بنلاقيه. فانت بتحتار هتدخل ابنك انهي مدرسه فيهم بالضبط، وهتجهز الفلوس دي ازاي. فعايزين نتكلم في كام نقطه اساسيه اللي نقدر من خلالها نحكم ايه المدرسه المناسبه ليك وايه المدرسه المناسبه لابنائك. طيب أنا بس عشان نوضح بأنه التعليم في أغلب دول الوطن العربي هو تعليم مجاني، ولكن من يذهب اليوم، وهذا الأكثرية اليوم، يذهبون إلى التعليم الخاص المدارس حتى يضمنوا جودة تعليم لأبنائهم. كيف يختار وكيف يقسم هذه الميزانية يا أحمد؟ صحيح. دلوقتي اما تبص على التعليم او على المصاريف بتاعه المدرسه، لا تكتفي بس ان انت تبص على المصاريف الاساسيه بتاعه التعليم. لازم تدمج فيها اي انشطه اضافيه، لان انت لو دخلت ابنك مدرسه بتقدر تدفع مصاريف المدرسه دي في السنه، ولقيت ان في انشطه كتير قوي مش هتقدر تافورد، فانت حطيت ابنك في انفايرمنت او في بيئه معينه، هيفضل طول عمره طول السنين دي حاسس ان هو اقل من زمايله. صحيح. فالتفاوت ده ما ينفعش. فانت لازم تشوف امكانياتك قد ايه، مش بس على ان انت تدفع المصاريف الاساسيه، بما يشمل الرحلات، بما يشمل اي اكسترا كريكولم اكتيفيتيز او انشطه اضافيه ممكن المدرسه المستوى الاجتماعي تبع الاطفال اللي بيذهبوا لهي المدرسه. بالظبط. فدي تكون شامله كل المصاريف، لان في ناس بتركز بس على الاقساط اللي خاصه بالتعليم، الكتب والاسمه بس. بالظبط. فدي نقطه مش مناسبه ان انت بس تحكم على المدرسه من هذا الجهه. في تقييمات بتتعمل، النقطه الثانيه في تقييمات بتتعمل سنويا على المدارس، ودي مش كتير من الناس بتهتم بيها. يعني مثلا في دبي وفي الامارات بيتعمل تقييم لكل المدارس الموجوده سواء حكوميه او خاصه، وبيتعمل لها بالتفاصيل بالظبط من ناحيه اللغات، اللغه الاولى واللغه الثانيه، اهتمامهم بالانشطه، اهتمامهم بالمناهج التعليميه المختلفه وهكذا. ومش بالضروره تكون المدرسه غاليه حتى تاخذ تقييم عالي اصلا. بالعكس مش شرط. طيب. يعني انت لازم تعمل اناليسيس كده اللي هي كوست بنفيت اناليسيس، شوف انا بدفع كام وباخد في الاخر قيمه تعليميه قد ايه. طيب احمد، كمان في عدد الاطفال يتفاوت. طبعا اللي عنده عدد اطفال اقل بتلاقيه عاده يذهب انه لمدارس اغلى لكذا، لانه بحس انه هن كلهم الطفلين مثلا. صحيح. اصرف عليهم. ولكن التعليم الجامعي أصبح الآن، خصوصاً إذا الواحد بده يبعث أولاده يتعلموا في الخارج، أصبح مكلف. صحيح. وخصوصاً إذا كان يعني لا ينتمي لدول بتعطي إمكانية ابتعاث.
متى يجب أن نبدأ ب يعني نحوش مصاري أو نحط فلوس على جنب لتعليم أطفالنا وهن بأي عمر؟ الحقيقه من داي 1، يعني زي ما ناس كتير بتهتم ان هي تحوش لبناتها عشان تتجوز وبتيجي تجهزها من داي 1 من اول ما بيتولدوا. دلوقتي ده التعليم قبل المرحله دي. فانت لو ما اهتمتش ان انت تحوش المبالغ الكافيه، ان الجامعات يعني اغلب الناس اللي شغاله في الدول العربيه اكسباتس ممكن شركاتهم مش بتوفر ليهم ان هم ياخدوا مصاريف الجامعه من خلال الشركات بتاعتهم، ده حتى اللي بيوفر لهم التعليم مفيش، ما بيتوفر لهمش. ففجاه بيتصدم، بيلاقي ان هو كان عنده كفر بيتغطى بالتعليم المدارس، فجاه مطلوب منه كل سنه مبلغ معين لولد ورا الثاني ورا الثالث، فجاه ما عندوش الامكانيه ان هو يعمل ده. حتى لو رجعوا بلده الاصليه بيلاقي التعليم ممكن مستواه ما كانش هو المطلوب ان هو عايزه. فلو هو مش مخطط لعامل الموضوع ده، لو بدأته عنده 5 سنين يبقى انت بتحوش له 13 سنه. تقدر انت تعمل ده بأريحيه بشكل بسيط، تحط مبلغ ثابت ولنفترض ان هو مثلا 500 درهم في الشهر او 500 جنيه ايا كان المبلغ، ويا حبذا لو استثمرته. يعني في ناس بتحط والله في الصكوك الوطنيه مثلا كل شهر بيحط مبلغ معين، وكل سنه بيحط مبلغ معين، بيتراكم بعد 10 سنين بقى عنده مبلغ معين. زي الناس كانت زمان بتعمل في دفتر التوفير، بيحط مبلغ معين، بعد عدد معين من السنين لقى ان هو اتخرج خلص يعني ثانويه عامه، بقى مبلغ التعليم الجامعي عنده جاهز. وفي نقطة تانية خاصة بالمنح، يعني في كتير من الشباب اللي عندهم مثلا قدرات رياضية معينة، عندهم مواهب معينة، يقدر عن طريقها ان هو ياخد منح دراسية سواء في جامعات هنا في الوطن العربي او في جامعات خارجية. هذه اذا الموهبة من جهة، والعمل الجاد اللي احنا كنا نتكلم عليه في فقرة ثانية. شكرا جزيلا احمد سعد المهندس وصانع المحتوى الاقتصادي. شكرا جدا. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.